السلام عليكم اخوات وحبايبي في حلقة جديدة قوية ونارية، وتحيا تونس رغم انف الكارهين والحاقدين والمشككين. كلمة بتزعل ناس كتير، لان احنا اتكلمنا في الحلقة الاخيرة على تصنيف المنتخب التونسي لما وصل ال 28، وقلنا ان شاء الله المنتخب التونسي يتطور ويتحسن، واللعيبة الكبيرة، اللعيبة المتألقة، اللعيبة الشباب اللي متواجدة في كل الدوريات يبقى ليهم دور في الفترة القادمة، وإن شاء الله المنتخب التونسي يروح لمكانته زي سنة 2018 تحديدا. تصنيف شهر إبريل كان ال 14 على العالم، ومن بعدها إخواننا أنتوا فاهمين ومفيش الكلام ده، وتونس عمرها ما وصلت للمركز ال 14 على العالم. أنا حطيت لك الصورة وأنا قلت لك دليلي، وروح شوف فوتبول رانكينج، شوف جوجل، شوف كل حاجة، ولكن أنت الدنيا مش فاضية عندك هنا. بدل ما تدعم وتسكت أو تقول يا عم ماليش دعوه لانك مش تونسي اساسا داخل ومش واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا 100، سابوا كل الحلقه ومسكوا على المركز ال 14. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا بنحب المنتخب التونسي وبندعم وبنقول كل حاجه ونفسنا، لكن بنقول الحقيقه برضو احتراما لاخواتنا حبايبنا اللي بيسمعونا. عندنا حلقه النهارده بعنوان عرض خليجي لجلال القدري، وعلى الجانب الثاني عقوبه ورد حنا بعل المجبري، عقوبه يعني على الرباعي. وخلينا نتكلم على الياس السخيري. الياس السخيري اللي بيدي معنى للانتماء والحب، ودرس قاسي جدا مع فرجاني ساسي في المنتخب في اخر مباراة تحديدا وفي الدقيقة 90. هنتكلم على كل التفاصيل دي، لكن قبل ما نخش في حلقتنا ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناة لو مش مشترك، واللايكات عشان الحلقة توصل لاخواتنا وحبايبنا، ونضم معانا لجيش دعم المنتخب التونسي والكرة التونسية والمحترفين. تعال اقول لك ماذا لو قبل جلال القدري العرض الخليجي، مين يبقى موجود معاه؟ احلم واتمنى والصحاب واختار كده. كنا شفنا في الفتره الاخيره دينو معمريه، اللي هو نور الدين معمريه، الراجل اللي كان يعني فارض نفسه وقال انا امنيه من امنياتي ان انا ادرب المنتخب التونسي، وعمل ارقام كبيره جدا كاول عربي واول تونسي يدرب فريق في الدرجه الاولى الانجليزيه، وحاجات كتيره. لو حابين نعمل حلقات يعني عن كل التفاصيل وعن كل السيره الذاتيه. وشوفنا كمان مهد النفطي اللي فيه بعض الناس بدأوا يعني ينادوا بيه، وما احنا مش بنفرض. قول رأيك مين المدرب الأمثل اللي مع اللعيبة الجدد واللعيبة الشباب اللي هيجوا إن شاء الله ويلعبوا مع المنتخب التونسي في بطولة أفريقيا القادمة؟ مين يقدر يوصل المنتخب التونسي على الأقل ربع النهائي نصف النهائي؟ ومين يقدر يوصله للقب؟ مين؟ كل واحد على حسب. وخلينا نقوله وإن شاء الله المنتخب التونسي يبقى في النهائي هو المنتخب المصري إن شاء الله. يعني ده ندعوها من ربنا. قولوا لنا رايكم في القصه دي. جلال القدري حرفيا خلاص سامع للجمهور وشايف وعارف الناس بتقول ايه، والموضوع ما عادش زي زمان. ودلوقتي حديث زي ما قلنا حديث الصحافه، حديث الاعلام، حديث الجماهير. الموضوع ما عادش مقتصر على الجماهير فقط، لان الجميع شايف ان منتخب يمتلك لعيبه بدون مدرب، منتخب يمتلك مدرب محترم جدا ولكن فنيا لا، صعب، الامور صعبه جدا. وشفنا ان المنتخب التونسي عنده الافضليه في حاجات كتير، وشفنا منتخبات اقل من المنتخب التونسي وساعات بيكسبوا، بيعملوا انجازات وبيعملوا ارقام. ليه؟ لانهم بيبقى عندهم امكانيات بيشتغلوا عليها ويلعب عليها، واحنا عندنا الامكانيات والموضوع سهل جدا. فنتمنى توفيق المنتخب التونسي في الفتره القادمه. تعال نتكلم على لقطه الاول كده محترمه جدا، وهو الياس السخيري مع فرجاني ساسي. طبعا لقطه قديمه وبقالها كام يوم، ومن بعد المباراه الناس كلها اتكلمت عليها، ولكن انا بحب ارد علشان ما احبش حد يبقى عارف المعلومه غلط. في ناس عرفت المعلومه وفي ناس لسه ما عرفتش. الحقيقه كلها ان الياس السخيري ادى مثال للحب والانتماء، وكلنا قلنا وشفنا ان الياس السخيري كان بيتكلم مع الخط الامامي، ما كانش عاجبه اللعيبه، ما كانش عاجبه اداء نعيم السليتي والسخيري وطه ياسين الخنيسي، وكان دايما يقول لهم تعالوا استلموا مننا وروحوا لقدام واضغط على ملاوي، احنا افضل، احنا احسن، وكان غضبان من بعض اللاعبين. الياس السخيري بعد خروج يعني يوسف المساكني كابتن الفريق ادى اشاره ليه، والراجل بكل تواضع بكل حب بكل الانتماء راح واداها لفرجاني ساسي من واجب او من ناحيه ان هو الاقدم، لكن مش بالافضل، من ناحيه الاقدم. لو الياس السخيري لعيب مش نظيف من جوه، شايف ان الجماهير بتتخانق والجماهير رافضه فرجاني ساسي، وشايف ان فرجاني ساسي كان اقل لاعب في الملعب، وشايف ان فرجاني ساسي يستحيل ينضم
تاني للمنتخب التونسي لان مستواه ضعيف، غير ان اللعيبه المتواجده في مكانه افضل منه بكتير، وفي لعيبه شباب طالعه احسن وافضل كمان. يعني مستقبلك قدام، مستقبلك مع اللعيبه، مستقبلك مع الشباب، مستقبلك مع حاجات كتير. فالفكره كلها اخد اللقطه بقى، اخد اللقطه واحط، ولا اقول لك اقعد بقى يا عم. والجمهور كله كان هيدعم الياس السخيري، لان الياس السخيري لعيب محترم جدا، بيشتغل على نفسه، لعيب بيتطور، حاجه جامده جدا نتمنى له التوفيق في الفتره القادمه. ومع ذلك راح واداله الاشاره وقال عادي مش فارقه عنده الدنيا. ودي لقطه انا باخدها للجانب الايجابي، مش من ناحيه فرجاني، ما علينا بفرجاني، باخدها من ناحيه الياس السخيري، الراجل المحترم المؤدب اللي مش فارق عنده اللقطه، الراجل اللي بيدور على مصلحه المنتخب، مش مركز، مش قصتي، انا عايز ادي، انا عايز افرح الجمهور اللي واقف ورايا. فنقول شكرا لالياس السخيري وكل الدعم، وكل الدعم في الفترة القادمة. خلينا نتكلم على يعني الصحف التونسية بقى اللي رجعوا قعدوا يتكلموا على اللعيبة اللي كانت سهرانة قبل مباراة اليابان، وحطوا أسماء جديدة في الموضوع، وقال لك احنا ما كناش راضيين نتكلم عشان البلبلة. حرفيا ما فيش حد دور على هدوء المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة. أنا أكتر واحد كنت بدعم، ويمكن كان في ناس بتقول لي إزاي أنت عاجبك الناس. أنا ما كانش عاجبني الناس، أنا كان أهم حاجة عندي إن أنا آخد ال6 نقاط وأتصدر المجموعة في رحلة الوصول إلى كأس العالم للمرة السابعة. وقلت المنتخب التونسي هو اول منتخب عربي وافريقي يفوز في مباراه في كاس العالم، وهو الفوز على المكسيك. فانا عايز اصل للهدف ده، بعد ما اصل الى الهدف اتكلم في السلبيات والايجابيات، وده كان اهم حاجه عندي. وارجع وشوف فيديو مباراه ملاوي، كنت فرحان ومبسوط، واهم حاجه عندي الصداره. بعد كده رجعنا اتكلمنا على السلبيات، وهو ده الصح. الانتقاد البناء ما يأذيش اي حد، ولا يأذي انسان ولا منتخب ولا نادي، لكن الانتقاد وخلاص ده حاجه ممكن تخوف على المستقبل. المنتخب ملك لينا، ملك للجمهور، مش ملك للاعب ولا ملك لمدرب، كلهم بيتغيروا وبيبقى المنتخب. خلينا نتكلم على ان هم اعلنوا الاربع اسماء، احنا كنا اعلنا لكن القصه جديده فيها لاعب جديد. اعلنوا ان حنبال المجبري، انيس بن سليمان، يان فاليري، محمد دراجر، دورة الاربعه. والغريب في الموضوع مين اللي ما اعتذرش؟ هو حنبال المجبري. وما اعتذرش ليه؟ الخلاصه بقى والقصه، الراجل قال لهم انا ما كنتش رايح اسهر، انا لابس لبس المنتخب. ايوه هم كانوا خارجين بلبس المنتخب، قال لهم انا لو رايح اسهر مش هلبس لبس المنتخب عشان ما تصورش وما ينزليش فيديوهات. تاني شيء انا راجل كنت رايح بتمشى، مش جاي لي نوم، مضغوطين علشان خاطر المباراه، حزنانين على المباراه الاولى، كل الكلام ده، مركزين، ما جاليش نوم، خرجنا نتمشى، ما كملناش دقيقتين جيتوا اللعيبه. محمد دراجر اعتذر، يان فاليري اعتذر، انيس بن سليمان اعتذر، المجبري قال ان مفيش حاجه تستاهل الاعتذار، وان الموضوع المفروض يبقى عادي. كان المفروض الدنيا تمشي اصلا، لان انت بتتكلم في حنبال المجبري، ده موهبه من مواهب المنتخب التونسي، لعيب عندك 15 سنه على الاقل، لعيب حتى ولو غلط لازم انا ده لو غلط كمان انا اللي اقبله، وانا اللي هديه، وانا اللي اخده. كلنا بنشوفه، شفنا في منتخب مصر حصل ايه، حصل في ناس كتير، مش عايز اشبه في حد تاني، خلينا نتكلم على منتخب بلدي انا بس عشان ما حدش يقول لك بيدخل حد تاني. والامور بتتلم وبتاع، لان لاعب انت واثق ان هو يعني عنده انتماء وعنده تركيز، وشفت منه الاداء، وشفت منه الانتماء، وشفت منه اختيار تونس، شفت منه حاجات كتير، فكانت الامور تمشي عن كده. العقوبه في عدم انضمامه بقى واللعيبه، يعني شفنا في المعسكر ده لا انضم انيس بن سليمان، لا انضم يان فاليري، لا انضم محمد دراجر. والامور رايحه لفين؟ الامور رايحه لان ان شاء الله كل ده لازم هيتحل. ان كان جلال قدري رحل فهيجي مدرب جديد بدوافع جديده لبطوله افريقيا، وان كان لا قدر الله جلال قدري متواجد فالامور هتتحل، لان المره دي حرفيا الجمهور مش هيسيب المنتخب، لان حلمنا في كاس افريقيا حلمنا كبير جدا نظرا للامكانيات اللي كانت موجوده. تحيا تونس اخواتي وحبايبي، سلام.